8 وربع. تتعالى أصوات المنادين في سوق الكمأ وسط السماوة منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل. 6 وربع أبيع. وفرة ما يصل منه يحتم إقامة أكثر من مزاد في آن واحد، فالسوق يعج بحركة لم يعهدها منذ 4 سنوات بسبب قلة الأمطار والجفاف. القائمون عليه يتحدثون عن تسويق المحافظة لكميات قياسية يوميا. يوصل يوميا 15 17 18 طن مشوين بسطيات داخل العلوة. ندعم ذولا أهل البسطيات يسوقون يبيعون على المواطنين بالكيلوات. احنا هنا نبيع جملة مفرد. هذا المفرد للمواطن مستمر 24 ساعة من الساعة 4 الصبح لحتى الساعة 8 بالليل. خير من ضلع مور العشي والقاع منوريه والتمة بأي أرض تنزل تلقى تمة سبحان الله، بس أكو مكانات تماها ضخيم. 7000 دينار. تعال هنا. وتتباين أسعار الكمأ طبقا لحجمه وشكله، لكن وفرته هذا العام خفضت أسعاره إلى مستويات متدنية مقارنة بالأعوام الماضية، فضلا عن أن البادية الجنوبية تشهد حركة يومية لأعداد كبيرة من الشماية، وهي التسمية التي تطلق على الذين يقومون بجني الكمأ. والأسعار خير من الله، وشوفنا على علوة يلا يديمها على المحافظة هاي، الناس هم تعبانة ورزقها. ويقوم أياد تاجر الكمأ من الفلوجة بشراء أكثر من نصف طن يوميا من هذا المزاد وإرسالها إلى محافظة الأنبار لتميز كمأ البادية الجنوبية، إذ تحرص أغلب العوائل العراقية على أن يكون ضيفا مهما على مائدتها في فصل الشتاء. من الأنبار تحديدا مدينة الفلوجة جيت من هنا أقدر أخذ شمة، والله الخير يعني موجود هنا، خير من الله سبحانه وتعالى. والله أنا هسه حاليا أخذت 500 كيلو، أنا أخذ 700 إلى 800 كيلو. محافظات قاعد تجينا ديالى، بغداد، أربيل، رمادي، سامرة. ومن المتوقع أن يستمر موسم الكمأ حتى نهاية نيسان من هذا العام، مع توقعات استمرار هطول الأمطار في شهري شباط وآذار. 500 العدد 5. على غير المتوقع يعود الكمأ ليعيد الحياة إلى هذا المزاد الذي تدب فيه الحركة حتى ساعات متأخرة من الليل، حركة أنعشت أكثر من قطاع للعمل هنا. من مدينة السماوة، أحمد السعيدي، الحرة.